صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني هايل العطوي قاتل الشهيد الجندي أول بالقوات المسلحة عبد الله الرشيدي وسبعة آخرين على صلة بالقضية. صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه وبالإشارة إلى جريمة إطلاق النار التي تعرض لها الجندي أول بالقوات المسلحة عبد الله ناصر مضحي الرشيدي وهو يقود سيارته الخاصة على الطريق الدائري في مدينة تبوك صباح يوم الأحد الموافق للعشرين من الشهر الثاني من عام 1438 للهجرة، ونتج عنها مقتله تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء. فإنه وبتوفيق من الله تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وذلك في يوم الأربعاء الموافق ل23 من الشهر الثاني من عام 1438 للهجرة، ويدعى هايل زعل محمد العطوي سعودي الجنسية. وضبط بندقية رشاش ثبت من خلال الفحوص المعملية أنها السلاح الذي استخدم في الجريمة، كما ألقي القبض على 7 أشخاص آخرين لعلاقتهم في القضية. وقد أقر الجاني المذكور تحقيقيا بتبنيه فكر داعش الإرهابي وقيامه بارتكاب جريمته استجابة لدعوة التنظيم باستهداف العسكريين. وما تزال التحقيقات مستمرة معه ومع بقية الموقوفين في هذه القضية، وسوف يعلن عما يستجد في حينه، والله الهادي إلى سواء السبيل. ولمزيد من التفاصيل كان معنا في نشرة سابقة المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، حيث تحدث عن هذا الإنجاز الأمني الجديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المرحوم الجندي أول عبد الله ناصر الرشيدي بواسع رحمته وليتقبله في الشهداء. كما نحمده سبحانه على توفيقه لرجال الأمن في سرعة القبض على المتورطين في هذه الجريمة والحيلولة دون تمكنهم من الاستمرار في ارتكاب جرائم أخرى مماثلة استجابة لدعوات التنظيم الإرهابي. هذه الجريمة كما يعلم الجميع وقعت صباح يوم الأحد الماضي الساعة 6 صباحا، حيث كان الجندي أول عبد الله ناصر الرشيدي في طريقه إلى مقر عمله عند الساعة 6 صباحا على الطريق الدائري في مدينة تبوك، حيث اتضح أن قيام الجاني هايل زعل العطوي بتتبعه ومن ثم اطلاق النار عليه وهو في طريقه الى مقر عمله، ما نتج عنه مقتله رحمه الله عليه. وبحمد الله تمكنت الجهات الامنيه وخلال فتره وجيزه من خلال اجراءات الضبط الجنائي من تحديد هويه الجاني، ومن ثم شرعت في التحري عنه وفي تعقبه حتى تم القبض عليه في صباح يوم الاربعاء. تم ايضا ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمه بحوزه المقبوض عليه، وكذلك تم القبض على 7 آخرين لهم علاقه بهذه الجريمه. طبعا فيما يتعلق بعلاقه المقبوض عليهم سواء الجاني الذي نفذ الجريمه او ال7 الآخرين بتنظيم داعش الإرهابي، فمن خلال التحقيقات التي تمت حتى الآن لم تتضح يعني طبيعة هذه العلاقة، ولكن نتائج التحقيقات الأولية معهم أكدت تأييدهم للتنظيم الإرهابي وأيضا تبنيهم لفكره وقيامهم بتنفيذ هذه الجريمة تنفيذا لدعوات التنظيم لمؤيديه باستهداف العسكريين. ولا زالت التحقيقات جارية معهم للوقوف على مدى يعني إن كان هناك أي ارتباطات مباشرة بالتنظيم أو أي من عناصر التنظيم خارج المملكة.